الخليج. المراعي، جودة تستحق الثقة. أهلا بكم. أظن أنه يبقى شيء في منتهى الغرابة ومنتهى الاستفزاز، منتهى الغرابة ومنتهى الاستفزاز لمشاعر المصريين لو كان صحيح أنه ملك البحرين زار مبارك في مستشفاه يوم الأربع 2 فبراير اللي هو الأربع اللي قبل العيد مباشرة، والكلام ده يبدو أنه صحيح، أو خلونا نقول أنه بعد ما جريدة روزا اليوسف انفردت بنشر الخبر، وبعد ما تجرأت صحيفة بحرينية هي صحيفة مرآة البحرين اتجرأت على نشر الخبر برضو، ما كانش فيه تكذيب رسمي صريح لا من هنا ولا من هناك. سفير البحرين في القاهرة نفى خبر الزيارة، يمكن لأنه أكتر واحد في البحرين حس بالآثار السلبية للخبر في مصر. إنما وزارة الخارجية البحرينية ما قالتش أي حاجة. بالمثل وزارة الخارجية المصرية كل اللي عملته إصدار بيان قصير قالت فيه إن الملك كان في زيارة رسمية لمصر استغرقت عدة ساعات، قابل فيها كبار المسؤولين، وبعدين سافر شرم الشيخ في إجازة خاصة من غير ما تنفي الوزارة الخبر صراحة. مش فاهم ايه يعني اللي حبك عشان جلالته يزور مصر زيارة رسمية؟ ايه اللي جد يعني في العلاقات بين البلدين؟ ايه الخطير في العلاقات بين البلدين يستدعي زيارة الملك بنفسه؟ وش معنى يعني زيارة خاصة دلوقتي لشرم الشيخ؟ حبكت ليه الأجازة في مصر؟ ليه بالذات في شرم الشيخ؟ اللي يخلي الواحد ميال لتصديق حكاية زيارة جلالته لمبارك مش بس إصرار روزا اليوسف على تأكيد الخبر وإصرار مصر الرسمية على السكوت، اللي يخلي الواحد ميال لتصديق الخبر إنه كبار المسؤولين في العالم علقوا على الخبر. يعني مش ممكن يتهز البيت الأبيض في واشنطن، ولا يتهز قصر الإليزيه في باريس، ولا تتهز مستشارة ألمانيا ويصدروا بيانات ولا تصريحات ولا تعليقات إلا لو كان الخبر صحيح ولا في شيء من الصحة. كلهم بالمناسبة كانوا سعداء جدا بخبر الزيارة، إنه خبر مفرح، إنه كمان علامة على احترام مصر لحقوق الإنسان، وعلامة على إن مصر ماشية في طريق الديمقراطية. بقى الدليل دلوقتي عندهم إن مصر ماشية في طريق الديمقراطية هو إنه ملك عربي يزور رئيس المملكة. اللي عايز أقوله إن أنا بفترض في غياب تكذيب رسمي من مصر إن الزيارة حصلت بالفعل، وإذا كان كده فدي تبقى بادرة خطيرة، لأنها استهتار واستهانة واستفزاز لمشاعر المصريين، ولأنها بتفتح مخارج للرئيس المخلوع إنه يتلاعب بالثورة، إنه يواصل محاولاته لتهريب الفلوس اللي نهبها من مصر. لما اتنشر الخبر اتقال في تفاصيله إنه الزيارة استمرت 2 ساعة، وإنها أتاحت لمبارك اتصالات مع ملوك وأمراء خليجيين. اتصالات لإيه؟ ما فيش تفاصيل، إنما أظن ممكن استنتاج التفاصيل إنه طلب من الملوك والأمراء يتدخلوا عند المجلس العسكري للإفراج عنه، إن مراته تطلع على لندن، إن يجيله الدكتور بتاعه اللي في ألمانيا يقيم معاه عشان يوهمنا إن حالته الصحية ما تتحملش الحبس حتى ولو في جناح في مركز طبي عالمي، او ان فلان ولا علان يتصرفوا يشوفوا الفلوس فين تتحول، ولا بيت يتباع، ولا شركة تتصفى. سهلة طبعا جلالته يطلب من تليفونه طال عمره اللي هنا ولا طال عمره اللي هناك، وتفضل يا اخ حسني، اؤمر يا اخ حسني. والاخ حسني على ما يبدو يعني ما هواش حتى محتاج الموبايل بتاع ملك البحرين، مؤكد إذا ما كانش عنده موبايلاته هو ولا موبايلات المدام اللي تقريبا مقيمة معاه، فعنده تليفونات المستشفى ذاتها. والجرايد المصرية نشرة تفصيل المكالمات اللي حصلت في فترة العيد وقبل العيد وبعد العيد، بتقول إنه في يوميا كشف بالمكالمات اللي بتيجي للسؤال عنه
بيتقدم له كل يوم الساعة 5 بعد الظهر، وانه عموما لما بيحصل اتصال موظف المستشفى بيتصل بالجناح يشوف اذا كانوا عايزين يردوا ولا ما يردوش. رد على عمر سليمان كلمه من السعودية، ورد على محمود محي الدين وزير اقتصاده اللي باع مصر كلمه من امريكا، ورد على وزير الاتصالات الاسبق طارق كامل. وقيل انه من اللي اتصلوا وزير الكهرباء الحالي لكن كذب الخبر، ووزير البيئة الحالي ما كذبش الخبر. اتصل بيه كمان حسب اللي اتنشر في جريدة التحرير، اتصل بيه من سجن طرة فتحي سرور في مكالمة قال انها خدت 13 دقيقة. قال له اطمن يا ريس، الانتخابات بايظة بايظة وهتولع. ومن طرة كمان اتصل صفوت الشريف حسب اللي منشور، واتصل حبيب العدلي. يعني في موبايلات في طرة ومحدش بيكذب. وجات له مكالمات ما ردش عليها من حسن فريد وزير الصحة السابق، ومن فرخندة حسن المجلس القومي للمرأة، وحسن خضر وزير التموين الأسبق طلب يزوره واعتذر، وأحمد أبو الغيط وزير الخارجية الأسبق بعت له كارت معايدة، وحسين كامل بهاء الدين وزير التعليم الأسبق بعت له بوكيه ورد من محل مشهور في شارع قصر العيني قدام وزارة البحث العلمي. يعني الدنيا ماشية عادي لدرجة انه كان عامل عزومة لأولاده وبقية رجالته المحبوسين يوم ما راحوا جلسة المحاكمة الأخيرة في أكاديمية الشرطة. مصادر من قوة الحراسة بتاعته يومها قالت انه بعد انتهاء الجلسة عزم جمال وعلاء والعدلي ومساعدينه على الفطار، وانه كان بياكل بشهية مفتوحة. وطبعا لما رجع المركز الطبي العالمي مشيت الدنيا عادي برضه، مشيت عادي لدرجة انه فهمي هويدي وصف حالته بانه في اجازة بدون اجر. مع حق، ما هو بيقعد يلعب شطرنج، والزوار من اهل البيت داخلين خارجين، وزوار كمان من غير اهل البيت داخلين خارجين، والشعر متحني والتريننج بكل الالوان، والجرايد اكيد بتوصل بانتظام، والتلفزيون بالدش طبعا شغال. والاهم من ان التلفزيون شغال وان التليفون شغال وانه الزيارات شغالة، الاهم ان المحاكمة ما هياش شغالة. عارفين حضراتكم طبعا التفاصيل. القضية متأجلة لآخر ديسمبر، في دعوة رد للمحكمة ودعوة مخاصمة للمستشارين اللي نظروا في طلب الرد مقدمهم واحد من المحامين عن الضحايا. وعشان الحكاية تتعقد أكتر، في 30 محامي تانيين برضو محامين عن الضحايا المدعين بالحق المدني مقدمين مذكرة يطلبوا الفصل في طلب رد المحكمة بأقصى سرعة لمصلحة القضية، لمصلحة البلد. بيقولوا في مذكرتهم كمان إن المحامي اللي طلب رد المحكمة ملوش أي صفة في الدعوة، ملوش أي تواجد في الأوراق، ولا جاش اسمه في قايمة الثبوت، ولا له محاضر مرفقة بالدعوة. وده كلام إذا كان صحيح فيبقى فيه شيء مريب بيحصل، وإذا ما كانش صحيح برضه يبقى فيه شيء مريب بيحصل، لأنه في كل الأحوال فيه شيء مريب. في كل الأحوال الرأي العام بقى متشكك من الإيقاع البطيء للقضية. طلب رد المحكمة كان ممكن ينظر في أسبوع ولا في أسبوعين، اتأجل 3 أشهر. الناس زهقت. واضح من آخر جلسات إنه أهالي الشهداء والمصابين ما بيروحوش، بدأوا يفقدوا الأمل في القضية. بعضهم بيعتقد إنه المسألة هتقعد تتمطوح كده 2 سنين. وليه لأ؟ ليه لأ؟ إذا استمر سير المحاكمة بالطريقة اللي ماشية بيها، مش مستبعد القضية يستمر نظرها 2 سنين، وفي آخر ال2 يفرج عن مبارك بالقانون. لأنه القانون بيقول إن اللي متهم في جناية، الجناية دي بيعاقب عليها بالسجن المؤبد ولا بالإعدام، مش مفروض يتحبس احتياطي أكتر من 2 سنين. بعد 2 يفرج عنه. المحاكمة دلوقتي بقى لها كذا شهر، وفي كذا شهر دول ما حصلش تقريبا حاجة. يعني يا دوب اتفضت الأحراز وبعدين بدأ سماع الشهود، سمعت المحكمة كذا واحد، إنما
انما لسه وراها بقيه ال 1630 شاهد اللي طلبهم محامي مبارك. 1630. وخدوا بقى عندكم المماحكات اللي هتحصل، واللي ممكن نتصوره واللي ممكن ما نتصوروش من حيل في محاكمة زي دي. يعني حتى السنتين شوية على اللي فاضل، وده يبدو المطلوب. دي السياسة العامة بتاعة البلد النهاردة. اهو نراضي بتوع التحرير وما نتكاش قوي على الراجل الكبير، وهي المحاكمة اسمها ماشية، وما نعرفش إرادة ربك ايه. يمكن ينهيها من غير ما احنا نتدخل. وإذا ما كانش فهو قدامنا براح 1.5 مفروض هتحصل فيهم انتخابات، ومفروض هتيجي حكومة طالعة من البرلمان، ومفروض هيبقى في رئيس. إذا حصل يبقوا يتصرفوا بقى وقتها، وإذا ما حصلش مين عارف هتبقى ايه الظروف. دي السياسة النهاردة. لكن الحقيقة ان الكل لازم يعرف انه الناس شايفة اللي حاصل كويس. الكل لازم يعرف ان الناس مستفزة من اللي حاصل. الكل لازم يعرف ان الناس يمكن تكون النهاردة ساكتة، لكن ساكتة على مضض، ساكتة وهي بتغلي. اللي مش فاهم الحكاية دي كويس يبص دقيقتين على الانترنت، هيشوف التعليقات بتقول ايه على المماطلة في محاكمة مبارك، ولا حتى على الهلوسة بتاعة الافراج عن مبارك. مش قادرين تحاكموه ولا مش عايزين تحاكموه؟ طيب، مادام مفيش منفذ بالقانون، باحترام الإنسانية، باحترام البشر، الناس بقى تتصرف. يحاكموه بنفسهم، ولا خلاص نسيتوا ازاي انتهى القذافي؟